السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم النهاردة في ورشة جديدة قوية وخطيرة لفانوس اسمه فانوس توتا. فانوس ده أكيد ناس كتير شافته على التيك توك، موجود في ناس شارحينه بس مش بشكل واضح، في منهم صفحة اسمها لافندر شرحها بس بخطوات سريعة جدا. ففي ناس بعتولي على الفانوس ده عايزين ان هم يعرفوا ازاي بيتعمل، فاحنا هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة وواضحة ومفهومة. تمام، وهنعمله بالأكريليك اللي هو ده مقاس 15، الطول بتاعه مقاس 15، بيكون عبارة عن كام وش؟ عبارة عن 4 وشوش أو 4 أوجه. الأربعة في بيبيعوهم ب70، في بيبيعوهم ب75. هتلاقوهم فين؟ هتلاقوهم يا إما أونلاين أو هتلاقوهم في العتبة عند الإخلاص، موجود عند كمان أولاد مختار. هحط لكم الرقم بتاعه والعنوان، وكنت اتكلمت عنه قبل كده في فانوس حبات اللؤلؤ، وانا بجيب من عنده على طول الاكريليك، بتكلميه وهو بيجهز لك الحاجه بتاعتك. تمام، يبقى احنا لازم يكون متوفر معاكي اكريليك مقاس 15. اللولي هناخد مقاس 8، اللي هو لولي CCB اللي هو الاوف وايت مقاس 8. هيبقى شكله أشيك وأحلى وأظرف بمقاس 8. ممكن تعمليه بمقاس 10 بس أنا هعمله بمقاس 8 زي ما هو موجود في شرح الفانوس. في شوية طبعا إضافات هضيفها من عندي على الفانوس، شوية تريكات هضيفها من عندي على الفانوس، بس الأهم الأساس إنك إزاي تشتغلي شكل الفانوس كده بالشكل اللي هو ده، بنفس شكل يعني إيه. الأول الورشة اللي قبل كده في فانوس لؤلؤ صارونا أنا اشتغلته كده، كان شكله كده، ما كانش جايب شكل الأكريليك نفسه. لا، النهاردة هنتعلم إزاي نجيب الشكل ده اللي هو الشكل اللي هو إيه، المسابعات ده. تمام، وهنتعلمه. هي دي أهم تركة في الفانوس. بعد كده سواء القاعدة أو سواء السقف بتاعه أنت ممكن تشتغليه بأي طريقة أنت حباها. فأنا بصراحة هشوف هيطلع معايا إيه، يعني ايه الابتكار اللي هنبتكره في الفانوس. بس اهم نقطة اللي هو شرح الايه الاكريليك دي، لاني عايزة تركيز شوية مننا. فهي سهلة وبسيطة بس محتاجة تركيز وليها تقسيمة معينة، فانا هشرحها لكم بالتفصيل وهتعرفوا ازاي تعملوا الفانوس ده ان شاء الله بمنتهى السهولة. طبعا اكيد معانا خيط صنارة هيكون مقاس 60، لان خرز اللولي بتكون فتحته شوية ضيقة. بصوا فتحته عاملة ازاي، ضيقة مختلفة عن لولي مقاس 10، فهنستخدم مقاس 60. هفك طبعا الأكريليك زي ما احنا متعودين من هنا في البداية، هفكه واظبطه وارجع لكم. انا وريتكم قبل كده ازاي بنفكه في الورشة اللي قبل كده، وفي الأكريليك المدور كمان. هنفك بس اللي هي من هنا، وهنفك برضو اللي من ورا عند ناحية الإخرام بس، ونقص الزيادة. هعمله وهرجع لكم عشان نبدأ الشرح على طول. يلا بينا نبدأ نشتغل بدون كلام كتير. يلا بينا نشتغل. هنقلبه كده، هنجيب طبعا على الوش ده. عايزة تشتغلي من هنا كده، عايزة تشتغلي من هنا كده، اللي يريح. تمام، مفيش أي مشكلة. فتعالوا يلا نبدأ نشتغل. هنبدأ نشتغل من الخرم اللي هو ده في البداية. دخل الخيط بتاعنا اللي هو مقاس 60. اشتغلنا الكلام ده كتير قبل كده، بس ايه دلوقتي هنشتغله بطريقة مختلفة عن ورشة الفانوس اللي هو لؤلؤ صارونا اللي قبل كده. نوسطن الخيط بتاعنا، لازم يبقوا قد بعض. بصوا كده، تتأكدي ان هما، تجيبي ده كده عشان الخيط انا قصه طويل عشان ايه ما يخلصش مني. تمام، تجيبوه قد كده وتبدأي توسطني، تشدي وتوسطني الخيط بتاعك. تمام. طيب بعد كده الخيط طبعا احنا زي ما احنا متعودين الخيط اللي بره ده بيكون اطول من الخيط اللي جوه، عشان الخيط اللي بره هو اللي بنلف بيه اكتر. تمام، يبقى هنشد شوية كده نطلعه، يعني ايه نخليه اطول من الجزء اللي هو ده. حلو. طيب نبدأ نشتغل. في الاول خالص بنحط زي ما قلنا هي خرزاية واحدة. تمام، واحدة اهي، ونشتغلها كأنها غرزة رباعية، نقفل بيها اهو. شايفين؟ ارجع في الخيط تاني فيها اهو. اشرح لكم بالراحة، مش مهم بقى الورشة دي تاخد مننا قد ايه، المهم ان احنا نفهمها. تمام، ونرجع تاني بالخيط اللي هو من بره ده وندخله في الحلقة ونشد كده. تمام، دخل طبعا العقدة جوه الخرزة.
تمام، ونشد كويس قوي عشان نفضي اي هوا منها. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ بقى نحط هنا خرزتين وهنا خرزة. في ناس بتعمل هنا الخرزتين وهنا الخرزة، بس انا بحب احط الخرزتين هنا والخرزة هنا، لان ده انا بلف بيه كتير، فهو مش مستاهل ان انا ادخل فيه خرز كتير وياكل من الخيط برضه. فهاجي هنا خطوات مكررة، هنشتغل عادي تمام لحد ما نوصل عند هنا. لازم العدد هنا، طبعا انا عندي هنا كم خرم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، بس انا عايزة هنا هيكون حوالي 10 غرز، ودي هتكون الغرزة ال11. تمام، فعادي لو في غرزتين دخلوا في نفس الخرم. تمام، هتشوفوا دلوقتي. طيب يبقى احنا دلوقتي هنا هنعمل ايه؟ هندخل هنا 2 لولي اهو، ارجع تاني اهو. طبعا اللي بره بدخل خرزة واحدة، ممكن تدخليها قبل ما تعملي الحلقة. تمام، وبعدين تشدي الخيط تدخليه في الحلقة، وممكن تعملي الحلقة الأول وتدخلي الخيط الناحية التانية فيه، وبعد كده تدخلي بقى الخرزة. أنا بحب الطريقة دي، يعني بتخليني إيه ما لخبطش في الشغل وأنا بشتغل. تمام تمام كده، وارجع انزله وادخله فين؟ دايما الخرزة دي تكون تحت ايه؟ تحت الحلقة، وابدأ ايه اقفل. تمام، وادخل طبعا العقدة جوه الخرزة كده. شايفين العقدة؟ استنوا اجيبها لكم اهي. ادخلها زق كده وشد وزق ايه وتبت الشغل بتاعي. تمام تمام جدا. بعد كده طبعا هل هنسيبها كده؟ لا، لازم نثبتها في الاكريليك، فهنثبتها دايما بالخيط اللي هو من بره. فهاجي كده هجيب الخيط اللي هو من بره ده اهو. خيوط بس عشان طويلة معانا في البداية بتلبخنا، بس بعد كده خلاص. هجيب اللي هو الخرم ده، هي طلعت من هنا، هتطلع هنا الخرم ده اقرب خرم ليها. هبدأ ادخل بالخيط اهو كده. بعد ما دخلت ارجع تاني بالخيط اللي هو ده كده، ارجع تاني فين؟ الخرزة اللي طالع منها الخيطين. تمام، عشان ابدأ اربطها واثبتها فين؟ في الاكريليك. تمام كده ثبتناها في الاكريليك بتاعنا. طيب نشتغل بقى اللي بعديها. احنا الكلام ده شرحناه قبل كده تمام، بس هنعيده. نرجع نشتغل تاني، ناخد اللي هو الخيط اللي بره اللي جوه ده، حط فيه كام؟ خرزتين من اللولي اهو، 1 2. تمام، واجي بقى اخد الخيط اللي هي الناحية التانية الشمال ادخله في الحلقة كده، وارجع ادخل اللي هي ايه بقى؟ الخرزة اللي باقية عشان اعمل غرزة رباعية. تمام وانزلها تحت ايه؟ طبعا تحت الحلقة اهي، امررها منها وابدأ بقى اعمل ايه؟ اشد كده، ادخل العقدة جوه اللولي واشد. تمام، بعد كده لازم طبعا اثبته. فهثبته ازاي؟ هجيب الخيط اللي هو من بره ده، طبعا اتاكد الاول ان ايه الحلقة داخله جوه اللولي. اجيبه كده، بس في البداية لما الخيط بيبقى طويل بتبقى الدنيا صعبة شوية. تمام، وادخل هنا. هنلاحظ ان هي بعيدة شوية، فانا ممكن ادخل في دي دلوقتي، مش بعيدة عنها قوي يعني. تمام، اهم حاجة التثبيت، اوعوا تنسوا خطوة التثبيت، لان لو نسيتي بس التثبيت هيبوظ الشغل معاكي. تمام، وادخل كده. جميل جدا، يبقى انا كده عملت كام غرزة؟ عملت غرزتين. تمام، هفضل هطلع لحد ما اوصل هنا. لما اوصل هنا لازم يبقى معايا 10. لازم يبقى معايا كام؟ 10. يعني لما اوصل هنا لازم يكون معايا 10 غرز. فمفيش مشكلة وانتي بتشتغلي اني تدخلي، مثلا لو لقيتي ان الغرزة مش واصلة لحد ناحية الخرم فممكن تدخلي. يعني مثلا هشتغل دي لان شكلها
مش هتوصل للناحية اللي هنا، فهندخل في نفس الخرم اللي احنا دخلنا فيه الغرزة اللي قبلها. فهنشتغل كده، خلينا نشوف اهو، بصوا اشتغلها اهو. فانتي بتشوفي لو الفتحة بعيدة قوي فدخلي في الفتحة اللي قبلها، لو الفتحة قريبة منها فدخلي في الفتحة اللي بعديها، وهكذا. تمام طيب نيجي نشوف دي ممكن ندخلها هنا في دي عادي، ممكن ندخلها في اللي قبلها، لان انا حاسة ان دي بعيدة عنها، يعني دي بعيدة عليها قوي، فانا ممكن ادخلها في او اثبتها في في اللي قبلها، عشان برضو اجيب بثبتها هنا في اللي قبلها اهي. شايفين اللي قبلها اهي دي، ممكن هنا، بس انا هثبتها هنا. ماشي تمام اهو كده، عشان في النهاية اطلع بكام غرزة او بكام غرزة 10، عشان عايزة هنا اعمل لما اوصل هنا تكون 10 غرز. تمام، عشان في النهاية لما اشتغل دي تبقى 11، يبقى هنا 11 وباللي تحت دي هتبقى 12. تمام ماشي. هشتغل لحد ما اوصل لحد هنا بنفس الطريقة، ولو حسيتوا ان انتوا محتاجين تدخلوا في نفس الخرم اللي قبله عادي لو كانت بعيدة عليه. تمام، مفيش اي مشكلة. تمام، هشتغلها وارجع لكم. اهو خلصنا، عملنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اهم حاجة انك توصلي 10، يعني عند الخرم ده اللي هو ده تكوني عملتي 10 غرز. عملناهم ازاي؟ اول واحدة زي ما قلنا حطيناها في الخرم عادي، في اول خرم، يعني طلعت من هنا وجت هنا دخلت في الخرم ده. بعدين الغرزتين اللي بعد كده، اللي هي الغرزتين اللي بعد كده الاتنين في نفس الخرم اهو، الغرزة دي والغرزة دي الاتنين في نفس الخرم. بعدين في واحدة هنحطها في الخرم اللي بعده، بعدين الاتنين اللي بعديها في نفس الخرم، بعدين واحدة نحطها في الخرم بتاعها عادي، بعدين الاتنين اللي بعديها في نفس الخرم، يعني نثبتهم في نفس الخرم. والغرزة 10 هنحطها في الخرم اللي هو ده. تمام، حفظنا. يبقى واحدة في الخرم اللي بعديها، الغرزتين اللي بعديها في نفس الخرم، بعدين في الخرم اللي بعديها الغرزتين اللي بعديها في نفس الخرم، بعدين اللي بعديها هتكون في الخرم اللي بعده، الغرزتين اللي بعديها هيكونوا في نفس الخرم وكده. يبقى 1 و1، يعني واحدة في الخرم اللي بعده، وبعد كده غرزتين في نفس الخرم، بعدين واحدة في الخرم اللي بعده واتنين في نفس الخرم، واحدة في الخرم اللي بعده، اتنين في نفس الخرم، والأخيرة في الخرم اللي بعده اللي هي فين؟ الخرم اللي هو ده، شايفينه؟ اللي هو ده اللي هو قبل ده. تمام كده، احنا عملنا كام؟ 10 غرز. امشي بس بالترتيب ده هيطلع معاك الفانوس 100 100. طيب هنا دي بقى هنشتغلها ازاي؟ ركزوا بقى، لان هنا الشغل والتركات كلها. التركة اللي هتخليك تطلعي الفانوس كده 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 كده، مش زي ما انا عملته الفانوس اللي قبل كده كان كده شكله بيضاوي، ما اهتمتش قوي باتجاهات الاخرام. لكن في ده في الموديل ده للفانوس لا، لازم نمشي بطريقة معينة تخليني ادي الشكل ده اللي هو السبعات ده. ازاي؟ ركزوا معايا، اول غرزة هنا هنشتغلها ازاي؟ هنشتغلها كل الخرز هنحطه في اللي فوق ده، يبقى ده الخيط نسميه الخيط اللي تحت اللي جوه، وده الخيط اللي فوق. فهنقول هنقوم نجيب الثلاث خرزات، احنا عندنا خرزة، يبقى انا فاضل لي 3 عشان اجيب رباعية، يبقى الثلاث خرزات كنا اول نحط مثلا هنا 2 وهنا 1، لا هناخد الخيط اللي فوق ده وهنحط فيه الثلاث خرزات مرة واحدة. ليه؟ علشان نعمل اللفة والكسرة بتاعتنا، هتشوفوها دلوقتي اهي. 1 2 3. ركزوا معايا كويس جدا، لو ركزتوا الموضوع هيبقى سهل جدا في الأوشش اللي بعد كده. هو الوش الأولاني وبعد كده سهل، هي بس حتة التربيط اللي برضو محتاجة مننا تركيز شوية. تمام، لأن ده طريقة تربيطه مختلفة عن أي فانوس تاني، مش بنشتغل كل واحدة لوحدها وبعدين بنربط، لا بنربط واحنا بنشتغل، وهتشوفوا دلوقتي. هنرجع تاني في دي اهو،
نرجع كده ونجيب الخيط اللي هو ده وندخله اللي هو فين، الخيط اللي جوه ده، واشد كده. تمام، وابدأ اعمل الغرزة بتاعتي. ثواني بس عشان املك الشغل كده، هلف كده عشان املك الشغل بتاعي كده، وادخل العقدة اهي جوه الخرزة. تمام، تأكدي ان هي دخلت ومظبوط. تمام، انا ليه عملت الحركة دي؟ لان انا عايزة الخيط الف اللفة ويطلع الخيط من هنا. تمام، بعد كده ابدأ اتبته بقى. شايفين الخرم اللي هو ده هتبته فيها اللي هو الخيط برضو اللي من فوق اللي هو من بره. هاجي كده. تمام، كيسه كويس، وارجع تاني كده في دي تمام كده. تمام. بعد كده ركزوا بقى في اللي بعديها. اللي بعديها برضو هنشتغلها من فوق 3 من فوق. يبقى اللي بعديها ايه؟ 3 من فوق من فوق الخيط اللي هو من فوق ده هشتغل 3 من فوق. يبقى دي 3 من فوق، ودي برضو 3 غرز مرة واحدة من فوق. هتشوفوا دلوقتي عشان نجيب الشكل. تحفظوا التوزيع زي ما هو من غير ليه ومش ليه، هو هنحفظها زي ما هي كده عشان هي دي اللي هتديني الشكل ده. هنرجع تاني ركزوا عشان الدنيا تبقى مظبوطة. تمام، واجيب بقى ده كده، هلف بس ده كده عشان اعرف املك شغلي، واجيب كده اسحب. احنا كله حاطينه فين؟ هنا، ال3 كلهم هنا عشان تعملي الغرزة الرباعية. ثواني كده بصوا لفينا كده، احنا بنلف شغلنا وندخل العقدة جوه مين؟ جوه دي كده. تمام. في المرحلة دي بقى انا كل ده بس عشان اعمل اللفة. يعني انا عملت كده وبعدين عملت كده وطلعتها من هنا عشان الف اللفة بتاعتي. تمام. طيب بعد كده هنا بقى مفيش تثبيت لانه اصلا مفيش خرم قريب منها. هنا مش هنثبت، هنسيبها كده زي ما هي عادي. عندنا خيط فوق وعندنا خيط من تحت. الخيط بقى هنمسك الخيط اللي هو من فين؟ من تحت، مش اللي فوق، مش اللي احنا دايما بنمشي فيه اللي فوق ده، لا، الخيط اللي تحت اللي هو فين؟ اللي هو ده بقى اللي هدخل فيه كام خرزة بقى؟ 3. يبقى الخيط اللي تحت هو اللي هدخل فيه كام خرزة؟ هدخل فيه 3 خرزات. هيظبط الشكل دلوقتي وهتشوفوا. تمام. شايفين؟ وارجع تاني كده عشان انا عايزة اطلع ده من هنا. طلعه من فين؟ من هنا، من الحتة اللي هي فوق دي. تمام، حلو قوي. دلوقتي بقى لازم اثبت دي بقى. شايفين الخرم اللي جنبها؟ هبدأ اثبتها بالخيط، اكيد طبعا الخيط اللي هو من بره. تمام، التثبيت دايما بالخيط اللي من بره. هاجي كده. تمام، مركزين؟ لو ركزتوا الدنيا سهلة وبسيطة، الموضوع عبيط جدا، مجرد انك تفهمي اللفة بتاعتك هتلف ازاي. وهرجع عيد تاني، هيتعاد الكلام ده تاني هنا وهشرحه برضو تاني علشان اللي مش مركز تمام، او اللي مش قادر يفهم الفكرة كده عشان نثبتها فين. يبقى كل ما نعمل غرزة نثبت، ما عدا في اللي هي الغرزة اللي هي دي مع دي اللي هي كانت من فوق واللي من تحت عشان ما فيش اصلا خرم قريب منهم. تمام كده ثبتنا. تمام، حلو الكلام، جميل جدا. بصوا اهو بقى جت كده اهي، بعدين جت كده، وهنطلع بقى كده. تمام، يبقى جينا هنا اشتغلنا 3 من الخيط اللي فوق، بعدين الغرزة اللي بعديها 3 وثبتنا، يعني اشتغلنا دي وثبتناها. جينا عند دي اشتغلنا 3 من فوق بس ما ثبتناش، وجينا الغرزة اللي بعديها اشتغلناها من تحت من الخيط اللي من تحت. يبقى فوق تحت،
وبعد ما اشتغلنا دي ثبتناها في الأكريليك. بعد كده هنشتغل 2 عاديين، اللي هو بنحط 2 من جوه وواحدة من بره. تمام. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هنيجي هنا بقى وهنشتغل ايه، 2 من جوه زي ما احنا متعودين، واحدة من بره. دي غرزة عادية، مش هنفتكس بقى ونقعد نحط 3 هنا ومن فوق ومن تحت والكلام ده، لا عادي هنشتغل 2 عاديين. يبقى هنشتغل ايه، 2 عاديين كده. اجيب الخيط بتاعي اهو. تمام. واحط بقى ايه الخرزة اللي باقية اهي. جميل جميل، برافو عليكم، مركزين معايا، حلوة قوي. هنركز، هنوصل اهو كده، ندخلها كده. تمام. وعادي جدا هنقفل عادي كده اهو. بصوا نشد. بدأنا نلاحظ ايه، ان الدنيا بدأت تتشكل معايا. حلو قوي. بصوا هنا طلعنا عشان نبدأ نثبتها فين، نثبتها هنا. يلا نيجي نثبت اهو. تثبيت مهم 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 مهم. ماشي. نيجي بقى نجيب الأكريليك اللي هو من بره ده وندخلها فين، هنا في ده كده اهو، ونثبت. تمام. جميل جدا، حلو قوي. اشتغل واحدة كمان تاني عادية زيها عادي. شوفوا دلوقتي واحنا طالعين الشكل هيتكون معانا ازاي. اهي 1 2 عادية اهو. تمام اهو. احط طبعا هنا من بره اللي هي الخرزة اللي فاضلة معانا اهي. ماشي. نزلها اهي واشتغل عادي جدا اهو. تمام. يا رب تكون الدنيا واضحة معانا. جميل جدا. طيب هنثبتها فين؟ نثبتها بقى في نفس ايه، مش هنثبتها بقى هنا، لان هنا دي هنشتغلها غرزة من فوق. هتشوفوا دلوقتي هنثبتها فين، في نفس الخرم اللي قبله. مفيش مشكلة يعني. نيجي الخرم اللي هو اللي قبله ده، اللي احنا اصلا ثبتنا فيه الخرزة اللي او الغرزة اللي قبلها، واجي ايه اثبت فيها. يبقى انا اشتغلت هنا 2 غرزة عادية رباعية عادية. تمام. وثبتنا ال2 دول في نفس الخرم، ثبتناهم في ايه، في نفس الخرم. تمام. شايفين اهي دي اهي نثبت فيها اهي اهي. تمام. تمام كده ثبتناها، حلوة قوي. تمام. جميل جدا. نيجي هنا دي بقى اللي هي دي نشتغلها من فوق، من هنا نحط 3 خرزات من فوق. نحط ايه، 3 خرزات مرة واحدة، مش هنقسم 2 1، لا هنحط 3 خرزات ايه مرة واحدة اهو. 1 1 2 3 اهو. تمام. حلو. عشان نجيب الشكل ده كده، اللي هي الطلعة دي شايفينها اهي. تمام. هنثبتها طبعا في الخرم اللي تحتيها اهو مباشرة. عشان كده احنا ثبتنا اللي قبلها في الخرم اللي قبله، عشان دي هنثبتها هنا اهو. شايفين هندخل فين، في الخرم ده اهو اهو. ونرجع تاني في الخرزة اهو. تمام. ماشي. هي دي اكتر حاجة هتاخد معانا وقت، بعد كده كله تكرار. هي بس حتة التربيط ما بين الاكريليك والاكريليك هي اللي جديدة بس، لكن الباقي كله هنكرر نفس الخطوات دي مرة تانية. هنشتغل بقى 2 عاديين خلاص،
ونرجع نكرر نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا. تمام. طيب نشتغل 2 عاديين اهو. الحتة دي ما ينفعش ان احنا نمشيها، لازم نشرحها بالتفاصيل المملة. فهنشتغل ايه، 1 2 اهو. بصوا بدأت تلف معايا، الشكل بدأ يلف معايا. تمام. ونثبتها طبعا اكيد اساسي، التثبيت ده اساسي. شايفين جماله؟ تحفة. الطريقة دي مع ان هي معقدة شوية، يعني الطريقة الاولانية بتاعت فانوس لؤلؤ صارونة اسهل، عادي بتمشي عادي، بس بصراحة بتطلعوا تحفة. تمام. فانا مرضتش اشرحها في البداية، قلت خلينا نبدأ بالحاجات الخفيفة وبعد كده ممكن نشرح الحاجات الاصعب، يعني او اشكال الفوانيس الاصعب. تمام. بحيث ان انتوا تكونوا اتعودتوا على الاكريليك اصلا، فلما اجي اشرح اي حاجة تانية معقدة شوية يبقى الموضوع بالنسبة ليكم بسيط، فاهمين الفكرة يعني. عشان كده مرضتش ابدأ بالفانوس ده، قلت لا نبدأ بفانوس بسيط لذيذ كده، وبعدين ايه نفهم فكرة الاكريليك، وبعد كده نبدأ نعلي في الشغل بتاعنا. تمام كده اهو. فاضل واحدة كمان عادية هنشتغلها عادي، نشتغلها يلا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو 2 تمام. وهنا واحدة اهي. حط هنا بقى فاضل خرزة. ركزوا بقى باللي بعد كده علشان هنرجع نكرر اللي عملناه في الناحية دي بس بالمقلوب، يعني هنكرر نفس اللي عملناه هنا بس بالمقلوب كده، هتشوفوا دلوقتي. فاشتغلنا دي غرزة عادية ودي غرزة عادية. تمام. هنا طبعا الغرزة دي قلنا من فوق 3 خرزات من فوق، غرزة عادية وغرزة عادية. نبدأ نثبت دي فين؟ هنثبتها مش في نفس الخرم، لا هنثبتها في الخرم اللي هنا. تمام. ركزوا بقى عشان هنرجع نكرر اللي عملناه، يعني هنرجع نكرر اللي عملناه هنا بس بالمقلوب، هتشوفوا دلوقتي اهو. تمام. ثبتناها في اللي بعديها اهي، عشان اصلا في خرم فثبتناها، لكن هنا ثبتناهم هما الاتنين مع بعض علشان كنا عايزين الخرم اللي هو هنا نحط فيه الخرزة اللي هي من ال3 من فوق. تمام. طيب نيجي بقى هنا بقى، ركزوا هنرجع نكرر ده تاني. هنحط هنا 3 من تحت، شايفين الخيط اللي تحت ده؟ هنحط ايه 3، 1 2 3 اهو، 1 2 3. تمام. عشان نبدأ ايه نطلع بقى، يعني احنا نازلين كده، احنا هنطلع كده، فهنحط بقى ايه الخرز من تحت، من الخيط اللي من تحت. تمام. بعد كده هنا مش هنثبت، قلنا دايما ما بين دي اللي هي من تحت والخرز اللي من فوق اللي بندخله مش بنثبت، نشتغل اللي بعديها على طول بس من فوق، في الخيط اللي من فوق، في الخيط اللي ايه اللي من فوق. احفظوا وسط الخطوات يا جماعة، مفيش داعي ان انت تفهمي قوي ليه عملنا كده وليه حطينا ده هنا، فاهمين؟ علشان اصلا هي توزيعة ثابتة اسطمبة كده تحفظيها تشتغلي بيها، تظبط لك الدنيا وتخليكي تمشي في نفس الاتجاه بتاع الاكريليك. تمام. طيب بس انا بحاول على قدر ما استطيع لو في حاجة ممكن تفهموها او تفهموا ليه عملنا الحركة دي بشرحها. تمام. يبقى انا كده اهو، دي من فوق 3 من فوق اهو. حلو. تمام. دي بقى هنبدأ نثبت، لما هنثبت دي هتثبت دي. تمام. ابدأ اثبت فين؟ هنا اهو كده. نرجع هنا في الاكريليك ده اهو كده، وارجع تاني هنا اهو. حلو قوي، جميل جدا
كده احنا ماشيين مظبوط 100%. خلاص. طيب فاضل لنا واحدة اللي هي 3 برضو من فوق، يبقى عملنا واحدة 3 من فوق، فاضل واحدة 3 من فوق. تمام. اللي بعد كده بقى سهل بقى خلاص، غرز رباعية عادية، بس الصعب احنا عملناه دلوقتي. شايفين؟ راحة خالص يا جماعة، اشتغلوا عشان ايه ما فيش حاجة تبوظ واحنا بنشتغل. تمام اهي مظبوط 100%. بصوا ظبطوا كده حلو قوي. خلاص. اللي بعد كده عادي بقى هنشتغل غرز عادية جدا. طبعا هنثبتها، هي اهي. هثبتها فين؟ هثبتها في، هشوف كده، لا دي انا ثبت هنا. دي لو بقى ثبتها هاجي اثبتها هنا هتبقى الدنيا مش مظبوطه معايا، يعني لو جيت ثبتها في دي مش هتبقى مظبوطه، فممكن اشتغل دي وبعدين اثبت هنا هتثبت معايا. تمام. احنا اصلا كده احنا مثبتين دي، اشتغلناها ودي بدون تثبيت وبعدين ثبتنا هنا، اشتغلنا دي مش هنثبتها، هنشتغل اللي وراها على طول وبعد كده هنثبت. تمام. يعني انت الشغل او شكل الخرز وشكل الحاجه هي اللي بتقولك هتثبتي دلوقتي ولا مش هتثبتي. تمام. يبقى هحط هنا خرزتين، احنا من جوه انا قلت دايما بحط خرزتين من جوه، لان هنا بقى هنشتغل عادي بقى غرز رباعيه عاديه، مش هنحط بقى من فوق ولا من تحت، هي غرز عاديه بقى. خلاص احنا ماشيين كده عادي. تمام. خلصنا الجزئيه الصعبه بتاعتنا اهي. هشتغل لكم دي بس وبعد كده الباقي انا هشتغله لانه عادي زي الجزئيه دي برضو. تمام. اهم حاجه نطلع 10 خرزات بعد ال11 دي. تمام. بس كده، وتثبتوها بقى فين؟ في الخرم اللي هو ده. ثبتها كده الشغل يطلع مظبوط معايا، ويطلع الجنب ده شبه الجنب اللي هو من الناحية التانية. ممتاز. بس كده خلاص. بصوا اهي الدنيا هنا زي الدنيا هنا بالظبط، هنا زي هنا، مفيش اي اختلافات. نكمل، هكمل هنا وهنا وهرجع لكم في الحتة دي هنكمل عادي. واهم حاجة عندي هنا زي ما قلنا 10، لما نوصل هنا تكونوا 10، يعني العدد اللي هنا يكون قد اللي هنا. فانت هتشتغلي مثلا غرزتين في نفس الخرم، غرزة في خرم جديد، غرزتين في نفس الخرم، غرزة، وهكذا لحد ما توصلي تعملي ال10. تمام. وبعد كده تلفي وتشتغلي كده، ولما نيجي هنا هوريكم هنعمل ايه. تمام. وصلت لحد هنا، هبدأ اشرح لكم بقى الحتة دي لانها مهمة، ازاي بقى تقفلي هنا. هنشتغل دي اللي هي الخرزة اللي هي عند الكورنر دي، هنشتغلها، هنحط في الخيط اللي فوق 3 خرزات مرة واحدة. تمام. عشان يطلع الخيط من الخرزة اللي هي في الاتجاه ده. يبقى هنحط 1 2 3. تمام. نرجع تاني. طبعا احنا اشتغلنا هنا كام؟ 10 مع دي 11. لو عديناها اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. يبقى هنا 11 غرزة، وبالغرزة الأخيرة اللي تحت دي هيبقوا كام؟ 12، عشان تتأكدي بس ان شغلك صح. وعدد الخرز هنا او الغرز هنا قد هنا، لازم يكونوا قد بعض، لانهم لو مش قد بعض هيطلع الشغل مش مظبوط. تمام. اهو كده بصوا. تمام. طلع الخيط من فين؟ من هنا، اللي هو قريب من فين؟ من الخرم ده. طيب بعد كده هنثبتها طبعا في الخرم ده. الخرم ده
اللي دخل فيه الخرزة اللي قبلها، اللي هي الخرزة دي رقم 11. هثبت فيها اهو، هدخل مرة تانية الخيط كده، هو الخيط اللي من بره، وارجعه هنا تاني في الخرزة دي. تمام كده انا ثبته فين؟ في الاكريليك. تمام. هنشتغل هنا، هتشوفوا دلوقتي هتطلع كام. هنا انا هخليه 6، هنقفل ب6. هتشوفوا دلوقتي لانه خرز صغير، لو كان خرز مقاس 10 هيكونوا تقريبا 4 أو 5 على حسب الخرز. هنشتغل بقى عادي، هنحط من هنا من جوه خرزتين، اللي هو الغرزة الرباعية العادية. تمام. ونبدأ نثبته فين؟ هنا في الخرم اللي هو ده. ادخل هنا كده وارجع تاني في دي، اشتغل اللي بعديها كده. احنا عندنا 1 2. تمام. نحط هنا كده خرزتين، وثبتها برضو في الاكريليك. متنسوش عملية التثبيت مهمة جدا. هنا بقى هثبتها في اللي قبلها عشان هو اقرب ليها من دي التانية، عشان التانية بعيدة شوية. هثبتها كده وارجع تاني اهو كده. كده احنا عملنا كام؟ 3. تمام. فاضل 3. هعمل كده اهو. تمام. وارجع ادخله فين؟ في الفتحة دي، اثبتها فيها كده. 1 2 3 4، يبقى فاضل 2. شوفوا دلوقتي هنشتغلهم ازاي. انا اشتغلتهم 6 لان لو كانوا 5 كانت هتبقى قليلة، مش هتوصل لهنا. تمام. اشتغل رقم 5 اهو، وهقفل بال6 اهو. 1 2. طريقة الأكريليك ده مختلفة عن الفانوس اللي قبل كده اللي هو بتاع لؤلؤ سرانا. أنا حبيت أديكم أكتر من طريقة عشان تشتغلوا بالأكريليك. تمام. ياريت نسيت أقول لكم اللايك والتعليق ومشاركة الفيديو للناس اللي محتاجة الورشة دي. ياريت وتذكروا اسم القناة وتشاركوها. تمام. طيب، كل ما هتدعموا القناة وكل ما القناة هتكبر كل ما أنا هقدر أستمر وأديكم أكتر. طيب نيجي هنا ركزوا في الحتة دي. طيب هنا كنا في الأكريليك اللي فات كنا خلاص بنقف هنا ونبدأ ندخن ونمشي ونمرر وكده. لا، هنا بقى احنا عايزين نقفلها خالص. فبصوا بقى هنعمل ايه. هجيب ده اللي هو اللي فوق ده ومشي فين؟ أمشيه هنا في ده. تمام. بس مش هلف بقى زي ما كنت بعمل في الأكريليك اللي فات. تشوفوا دلوقتي كنت في الأكريليك اللي فات بمشي ده هنا وارجع ألف كده وكده واجي أثبت ده في ده. لا، بس قبل طبعا معلش ثواني، قبل ما أعمل ده هثبت طبعا دي الأول. معلش نسيت، هثبت الأول دي، معلش نسيتها. ثبتها الأول في الأكريليك من تحت اهو كده. تثبيت دي نقطة مهمة يا جماعة، هي اللي بتخلي الشغل ماسك نفسه والفانوس مظبوط. تمام. اجي بقى هاخد اللي هو ده اللي هو من جوه ده، هدخله هنا كده اهو. تمام. بس بقى مش هنلف بقى زي ما كنا بنعمل هناك
وبعدين نثبت ده في خلاص احنا كده ثبتناه، خلاص ثبتناه في الاكريليك وبنثبت. لا هنا هنعمل ايه؟ هنكمل الناقص. هنا بصوا كام، ركزوا كويس قوي. هنا 1 2، يبقى انا فاضل لي كام عشان اكمل بقى اقفل هنا الغرزه الرباعيه؟ فاضل لي 2. يبقى انا هحط هنا سواء في ده او في ده مش هيفرق، هحط 2. هحط كام؟ خرزتين اهو كده عشان اقفل واخليها غرزه رباعيه كده، وبكده قفلت اهو خلاص اهو. شايفين اتقفلت معايا ومظبوطه 100%. دي برضو من ضمن الطرق الافضل كمان من الطريقه اللي فاتت عشان بتخلي الشغل ايه مظبوط اكتر. بصوا ف قفلنا هنا الخرزتين اللي ناقصين حطيناهم هنا وكده خلاص. كده انا يعتبر خلصت اول واحد. عندنا بقى ازاي بقى نبدأ نربط. ممكن في طريقة ان انت تشتغلي كل اكريليك لوحده وفي الاخر تربطي، وفي الطريقة التانية لانه من هنا مش عريض قوي، يعني الزاوية مش عريضة او نظام الفانوس ده مش عريض يعني، فمش بنقفل بغرزة، بنقفل في نفسه. هتشوفوا دلوقتي هنشرح ازاي نبدأ نربط ده مع التاني ونشتغله. يلا بينا علشان نشوف الشرح. دلوقتي هنبدأ بقى نربط اللي احنا عملناها دي مع دي، ونبدأ كمان نشتغل دي. تمام، ركزوا معايا بقى شوفوا هنعمل الكلام ده ازاي. الفانوس ده طريقته شوية مختلفة عن الفانوس الأكريليك اللي احنا عملناه قبل كده، فركزوا معايا كويس. هندخل زي ما احنا متعودين، هنا كنا بندخل هنا الخيط الخيط السنارة ونشتغل خرزة واحدة. هنعمل برضو نفس الكلام، هنوسطن في الأول الخيط بتاعنا اهو، وبعد ما وسطناه هنعمل ايه؟ قلنا ان احنا هنشد ده شوية، هنخليه أكبر من ده عشان ده اللي هنلف بيه. بس في الحالة دي هنا مش هنلف بده، هنلف بده، يعني في الحالة دي هنلف بده، بس ده هنطوله السن شوية برضو عشان هندخله هنا، يعني مش هنطوله قوي، يعني ايه خليه شوية كده حبة بسيطة. تمام، واروح اجيب بقى الخرزاية بتاعتي ادخلها اهو كده عادي، واشتغلها كأنها غرزة رباعية. ادخلها كده تمام، وادخل اتاكد ان العقدة جوه الخرزة. ركزوا بقى في اللي جاي، انا عايزة بقى اشبك ده بده. هنشبكه ازاي؟ هناخد الخيط اللي هو من بره ده، شايفين اول غرزة دي هنسيبها، هنشتغل في تاني غرزة. ليه؟ لان دي اللي هي اللي من تحت، اللي هي الغرزة اللي هي من تحت، اللي انا لما هبدأ الف هاجي اقابلها بالخرز اللي هنا، فهسيبها. هروح على فين؟ على شايفين الخرزة اللي هي التانية اللي فوقيها، يعني هنسيب اول واحدة، هندخل في ايه؟ في تاني واحدة اهو كده. روح عشان الخيط بس ما يكلكعش وانتوا بتشتغل اهو كده. تمام، يبقى ايه كأنها جاية كده. بصوا، واللي تحت دي لما هنيجي نلف هنشتغلها، يعني ولما نلف كده خلاص ونيجي هنا هنشتغلها زي ما اشتغلناها هنا. تمام، طيب يبقى انا كده خلاص كده تمام. ابدأ بقى، يبقى ده الخيط ده احفظوا، الخيط ده هنمرره وهنمشيه هنا كأن ده سطر، والخيط ده هو اللي هندخل فيه الخرزتين اللي باقيين. عندي 1 2، ففاضل لي كام؟ 2 علشان اعمل غرزة رباعية. يبقى انا في التقفيلة في الفانوس ده مش بزود هنا خرزة زي ما كنا بنقفل، نحط خرزة هنا في النص ونقفل الاتنين مع بعض، لا هنا طريقته مختلفة، نقفل منه فيه. تمام، يبقى كأني ما ضفتش اي خرز، مجرد احط بس الخرزتين اللي هنا، والصف ده هو الخرزة الرابعة اللي باقية. تمام، اللي هي الخرزة اللي كنا بنحطها من هنا، مش احنا كنا بنحط هنا خرزتين وهنا بنحط خرزة، فالسطر ده يعتبر الخرزة اللي احنا كنا بنحطها في الخيط ده اللي هو الخيط اللي من بره، وهنا هندخل الخرزتين. تمام، يبقى هجيب خرزتين اهو، سهل جدا هو بس عايز تركيز. هجيب خرزتين اهو، 1 2. يا رب تكون الدنيا مفهومة، اي حاجة ما تفهمتش تتكتب لي في التعليقات. تمام، ويا ريت دعم للفيديو باللايك والتعليق والمشاركة للناس اللي محتاجة الورشة دي. تمام،
شايفين اهو عادي بنشتغلها عادي جدا كأننا بنشتغل العادية. وهنا الخرزة اللي هي اهي موجودة اهي، مش محتاجين ان احنا نحطها في الخيط ده، هي موجودة اهي. تمام بس كده اهو، شايفين منتهى البساطة والجمال. حلو قوي جميل. ما ننساش موضوع التثبيت في الأكريليك، زي ما كنا بنثبت هنا نثبت هنا، هي بس الفرق ان انا بثبت وانا معايا الاتنين أكريليك. طيب هنا فين الخرزة اللي انا هثبت فيها؟ اللي هي دي، اللي هي اللي بعديها اهي. نفس الطريقة برضه هدخل كده اهو، بس بقى ايه هنثبت باللي هو بالخيط اللي جوه. الاول كنا بنثبت بايه؟ بالخيط اللي من بره. دلوقتي لا، احنا ده الخيط، عشان كده قلت لكم ده اللي ايه يعني، ده هنطوله شويه مش قوي. تمام، يعني يكون اتنين متساويين، لان هنا بمشي في السطر وهنا بثبت في الاكريل. اجي كده اهو تمام، لف عادي، تثبيت عادي جدا، بس الفرق انه بدل ما كنا بنثبت بالخيط اللي بره هنثبت بالخيط اللي جوه. تمام، بعد ما دخلته في الخرم الاكريليك ارجعه فين؟ في الخرزة دي اللي هي طالع منها الخيطين اهو. اهو كده شايفين؟ كده ثبته في الاكريليك. حلو الكلام، حلو الكلام. نيجي للي بعديها بقى. هنمشي الخيط ده، قلنا بنمشيه كده هنا في السطر ده. يبقى انا هاخد الخيط ده اهو، هدخله فين؟ في اللولي اللي هي دي، اللي هي بعد دي. تمام اهو كده. لو انت بتشتغلي مش عارفه تمسكي الخيط، البنس بتاعك اهو، عشان طبعا هنا الدنيا هنا بنشتغل في حته ضيقه بقى. الاول كنا بنشتغل في ايه؟ في واسع. دلوقتي بقى بدأ الدنيا تضيق معانا، فالبنس يبقى جنبك. لو مش عارفه تدخلي خيط اتزنق ما بين خرز، اي حاجه تشتغلي بيه. تمام، اللي هنا دي قلنا هي اللي بندخل فيها الخرزتين. يبقى اجي اخد كده واجيب الخرزتين اهو، واجيب الخيط اللي الناحية التانية ادخله كده بالظبط اهو. اهو الاتنين اهو، ربطت الاتنين اكريليك في بعض بمنتهى البساطة. وبعد كده ندخل في ده نفس الطريقة. هنا كنا عملنا ايه؟ دي دخلناها في خرزة الاكريليك. بعدين الخرزتين اللي هنا الاتنين دول ايه؟ دخلناهم في نفس الخرم. بعدين دخلنا دي في الخرم اللي بعده. بعدين الاتنين دول في نفس الخرم. نفس الطريقة اللي عملناها هنا هنعملها هنا. تمام، عشان تطلع الشغل معانا مظبوط. يبقى دي هنثبتها في الخرم اللي ايه؟ اللي بعد الخرم الاولاني. تمام، اللي هو فين الخرم ده اهو، شايفينه؟ اجيب بقى الخيط اهو، امجي كده، ادخل كده تمام اهو، اسحبه وارجع تاني فيه. ارجع تاني فيه فين؟ انا علشان بس عايزه اوريكم. شايفين الخرزه دي اهي اللي طالع منها الخيطين، عشان انا عايزه اثبتها. ارجع تاني اهو، الدنيا سهله وبسيطه ولذيذه، مش معقده خالص. لو فهمت الفكره الدنيا بقى تمشي معاكي مظبوطه. معلش بقى لو الدنيا بتكعبل عادي، عشان احنا بنشتغل في اماكن دلوقتي ضيقه، مش براحتنا، مش شغالين ماسكين الاكريليك في ايدينا كده براحتنا، لا احنا بنشتغل في اماكن ضيقه. طيب اللي بعده طبعا الخرزه اللي بعد كده هندخلها في نفس الخرم. تمام، هنيجي ناخد ده اهو، نرجع نمشي برضو هنا في اللي بعديها اهي، يعني دي واللي بعديها على طول. تمام، اللي هنا هندخل فيها ايه؟ الخرزتين. ندخل فيها الخرزتين. بصوا انا ماشيه معاكم واحده بواحده، ممكن الفيديو يبقى طويل شويه معانا، مش فارق معايا، المهم ان احنا نفهم. بس طبعا هنقسمه على جزئين عشان ما يبقاش الشرح طويل. تمام، فانا هشرح لكم كل خطوه، لان الفانوس ده ما حدش شرحوه، مش هتلاقوه خالص.
ولو لقيتوه هتلاقوه شرح سريع يعني سبيد، يعني عاملين مسرعين الشرح بتاعه لان هو جديد لسه، فعشان كده جالي طلب عليه كتير. تمام. وادخل العقدة جوه الخرزة دي. تمام. حلو قوي. ونثبت على طول. اشتغلتي غرزة ثبتي ما تنسيش. هنثبتها قلنا في نفس الخرم بتاع الخرزة دي. تمام. عشان نطلع نفس العدد اللي هنا، عشان احنا اشتغلنا اللي هنا بنفس النظام ده، فهنا نشتغل بنفس النظام ده. والناحية اللي اشتغلناها هنا شوفوا انتوا اشتغلتوها ازاي، دخلتوا فين الخرز اللي دخلتوه في نفس الخرم، اشتغلوا برضو هنا نفس الشكل عشان يطلع الشغل بتاعكم مظبوط. تمام. ما يطلعش ناحية شكل وناحية شكل. تمام. نيجي بقى نثبتها قلنا في نفس الخرم. فين الخرم؟ اهو، بس ما مش شايفينه قوي اهو. تمام. اجي انزل فيه اهو كده نفس الخرم بتاع اللي قبلها اهو، دخلنا فيه اهو. تمام. اجي بقى هنا كده اهو، بعد ما دخلت فيه ارجع تاني في الخرزة اللي هي مين، اللي هي دي اللي طالع منها الخيطين اهو. نرجع تاني اهو. انا كده بثبتها فين؟ في الاكريليك. تمام. اهو سبت تاني. قشطة. جميل جدا. كده احنا ماشيين تمام. خلاص. هطلع هنا بنفس الطريقة. لما اوصل لحد هنا هرجع لكم تاني عشان اوريكم بقى هنبدأ نشتغل ازاي. هكرر ده برضو تاني علشان تحفظوا الترتيب بتاعه. اهو خلصنا 10 غرز بتاعتنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنيجي هنا بقى اللي هي التقسيمة اللي عملناها هنا، اللي هي الأولانية هتكون 3 من فوق، واللي بعديها هتكون برضو 3 من فوق، واللي بعديها هتكون 3 من تحت. وبعد كده بنشتغل 2 عاديين، وبعد كده اللي بعديها بتكون 2 من فوق وبعدين 2 عاديين، وبعدين نكرر تاني من تحت 3 من فوق 3 من تحت قصدي، و2 من فوق عفوا 3 من فوق و3 من فوق. تمام. مش عارفة ليه مصممة ان هما 2. طيب نيجي بقى نشتغل هنا بقى. من هنا بداية اللي احنا نعمل من فوق اللي هي 3 من فوق. طيب انا دلوقتي همشي الخيط ده طبعا فين؟ اخر واحدة غرزة اللي هي دي، همشيه الاول فيها. تمام. دي اول حاجة قبل ما نعمل اي حاجة. ماشي. طيب احنا كنا بنحط هنا كام؟ 3 من فوق. طيب انا عندي هنا ما بين الخيطين ماشي كام خرزة؟ 1 2، يبقى انا فاضل لي 2. يبقى بدل ما احط هنا 3 بقى في الجنب ده اللي بربط فيه احط كام؟ 2. يبقى هحط كام؟ 2 لان هما دول اللي باقيين معايا. تمام. يبقى هنحط كام؟ 2. 1 وارجع تاني في الخيط في الخرزة اللولي الاخيرة، هلف بس الشغل عشان اعرف املكه، واخد الخيط اللي هي الناحية التانية اللي هو من تحت واعمل كده. تمام. طيب جميل جدا. واثبتها طبعا اكيد في الخرم اللي هو ده. تثبيت. نرجع تاني التثبيت بالخيط اللي بره بقى. هنا نرجع بقى ايه لقديمنا لاصلنا اللي هي الطريقة التقليدية بتاعتنا اللي هو من بره. لان بصوا بقى ده بقى طويل وده بقى قصير، فخليه شوية يشيل. فنرجع تاني بيه اهو كده اهو، وارجع تاني هنا في الخرزة دي تاني. هكرر لكم الخطوات دي هنا تاني علشان تثبت المعلومة اللي هنا. ماشي. وبعد كده بقى خلاص بقى الباقي كله معروف يعني. بس اهم حاجة ايه؟ التركات الاساسية عملناها الحمد لله اهو. بصوا بقى بيتقفل ازاي كده. هتلاحظوا شوية صعوبة بس عادي، لما بنيجي نقفل في الاخر الدنيا بتظبط معانا. تمام كده. هو شكله كده. تمام. طيب بعديها قلنا هنا كانت المفروض ان هي 3 من فوق، بس احنا هنا عملناها 2 من فوق علشان في مشي الخيطين ما بين خرزتين. يبقى انا اللي بعديها كام؟ 3 برضو من فوق. يبقى 3 من فوق 3 من فوق مرتين، وبعدين 3 من تحت مرة.
يبقى 3 اهو من فوق اهو، 1 جميل جميل جدا اهو. هتبقى 3 من تحت، 3 من ايه؟ من تحت اللي هو ده، عشان اعمل غرزة هنا، يعني امشي كده اعمل حتة ال7 دي. تمام، يبقى 3 من تحت اهو، ماشية ببطء 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 اهو، علشان تفهموا. ونراجع برضو مرة تانية على الحتة دي عشان لو في حد لسه ما فهمهاش او ما حفظش الخطوات بتاعتها. ماشي، وبعدين يبقى احنا عملنا هنا 2 من فوق، 3 من فوق، و3 من تحت. بعد كده بنشتغل عادي، بنثبت بس دي الاول اهو، نثبتها في الاكريليك في الخيط اللي هو من بره. بس وبعد كده بنشتغل ايه بقى؟ بنشتغل 2 عادي، اللي هي بنحط هنا 2 وهنا 1، هنا 2 وهنا 1. نشتغل عادي جدا، غرزتين عاديين رباعيين عاديين اهو، 2 اهو، 1. تمام، يبقى انا عملت هنا 2 غرز عادية. دي هثبتها برضو في نفس الخرم اللي قبله، عشان الخرم ده احنا هنشتغل فيه اللي هي 3 من فوق زي ما اشتغلنا هناك بالظبط. وارجع تاني في نفس الخرم ده اهو اللي قبله، طبعا ثبتني في الغرزة اللي قبلها، وارجع كده. تمام، بعد كده الغرزة اللي هي في النص دي بتكون 3 من ايه؟ من فوق. يبقى هنحط 3 من فوق اهو، 1 عشان نبدأ ايه؟ ننزل بقى. تمام، يعني على فكرة حتة ان انا اعمل مرة 3 من فوق مرة من تحت والكلام ده ومرة عادي، ده اللي بيغير لي في الاتجاهات، يعني ده اللي بيخلي الدايركشن الاتجاه بتاع الشغل يتغير. بصوا، يعني لو كنا اشتغلناها عادية كان هتطلع الخرزة من هنا، تمام، الخيط من هنا، لكن اشتغلتها 3 من تحت عشان يطلع لي من هنا، عشان ابدأ انزل بقى، ابدأ انزل هنا خرزتين عاديتين وبعدين اكرر نفس الكلام ده. فهمتوا الفكرة؟ يبقى مجرد ان انا بغير بس اتجاه الخرز، مرة من فوق مرة من تحت، مرة 3 من فوق مرة من تحت، مرة 2 من هنا 1 من هنا، بس عشان اغير اتجاهات، عشان امشي على اتجاه الاكريليك نفسه. تمام، دلوقتي هنشتغل 2 عاديين ونرجع نكرر اللي عملناه هنا. سهلة جدا على فكرة.
بس هتحفظي خلاص الدنيا مشيت معاكي زي الفل. معلش لو الفيديو ده طويل، بس ما كانش ينفع ان انا يعني اكمل الجزء، يعني اقسمه على 2 وادخل في الجزء اللي بعده. تمام. بس قبل ما نشتغل دي انا نسيت اثبت الاول، معلش. دي بقى الغلطة بقى دي ايه، تكلفك الشغل كله، تخليكي تعيدي. مثبتناهاش في الخرم اللي هو ده، يبقى هنثبتها اهي. كويس ان انا افتكرتها، عشان ايه كنت هرجع افك تاني. تمام. تمام. ارجع اشتغل 2 عاديين. فانا حبيت ان انا اخلي، معلش حتى لو الفيديو ده الجزء الاول طويل شوية، بس المعلومة تبقى مكتملة، اللي هي اشتغلنا واحد اكريليك وربطناه بالتاني، بحيث ان انتوا تعرفوا بعد كده تكملوا الاتنين التانيين. تمام. وعقبال ما تكملوهم اكون انا نزلت لكم الجزء التاني. تمام باذن الله يعني. اشتغلنا على طول نثبت، ما ننساش ثبتها في الخرم اللي تحتيها على طول. خيط طويل قوي مقرف اهو كده. في الاول هتعاني من موضوع الخيط الطويل ده، بس بعد كده لما هتتعودي في الشغل خلاص يعني. بس هو مشكلته الكلكعة دي اللي بتقرف الواحد، يقعد بقى يسلك كل شوية. كل ما كان طويل كل ما كان يعني مقرف بجد. تمام. اشتغلنا واحدة عادية، فاضل واحدة اهو. بعد كده نرجع نكرر حتة ان هي 3 من تحت 2 من فوق 3 من فوق وبعدين 3 من فوق. تمام. ونمشي عادي بقى في الشغل بتاعنا. دلوقتي هخلص، بس انا عايزة اكمل لكم بس الحتة دي، وبعدين بقى نكملوا انتوا بقى، عشان احنا شرحته خلاص. تمام. دلوقتي نيجي بقى نشتغل اللي هما ايه بقى، ال3 من تحت اهو. هنحط هنا 3 اهو. تمام. اهي طلعت من هنا ليه، عشان نبدأ نمشي كده. تمام. طيب هنا بقى مش هنثبت، سيبيها زي ما هي كده واشتغل اللي بعديها، اللي هي هتكون من فوق 3 من فوق، من الخيط اللي هو من فوق. 1 2 3. ماشي. وارجع تاني في الخيط اهو. انتوا بتلاحظوا ان كده فعلا الطريقة دي بتخليكي تمشي بالغرز على حسب شكل الاكريليك. ثواني بس عشان دي بتبقى فوق شوية. ايوه ثبتيها حلوة. دي بقى اللي هنثبتها. تمام. هنا كده نيجي بقى نثبت بقى هنا. تمام. بعد كده هنشتغل برضو 3 من فوق. 1 2 3 اهو. 3 من فوق اهو كده، بس عشان نقفل كده. جميل. حلو الكلام. حلو.
وتقوموا تثبتوها في نفس الخرم اللي قبله عشان هو ده اقرب حاجة ليها، عشان الخرم ده بقى هنبدأ نشتغل بيه بقى الغرزة الايه العادية بقى. تمام اهو كده. نرجع تاني كده. جميل 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 جميل. خلاص بس كده انتهينا خلصنا. نبدأ بقى نرجع نشتغل هنا غرز عادية عادية. تمام. نيجي عند الكورنر زي ما شرحت لكم هنا، عند الكورنر هنحط هنا 3 من فوق نشتغل عادي، ونيجي هنا نشتغل 5 غرز. الغرزة الستة هنكمل هنحط كده هنا هنشتغل عادي 5 غرز زي ما اشتغلنا هنا، اشتغلنا 5 غرز. وبعد كده جينا من بره حطينا غرزتين او خرزتين من بره، دخلنا الخيط من هنا في دي، وبعدين حطينا من هنا خرزتين وقفلنا. تمام. نفس اللي هنا هنعمله هنا. تمام كده خلاص. انا هشتغل بقى الاتنين التانيين، هكمل ده وهشتغل الاتنين التانيين، وهنرجع لكم ان شاء الله. كفايه كده الجزء الاول عشان بقى طويل، وهنرجع لكم في الجزء الثاني هوريكم بقى ازاي تشبكوا الجزء الرابع بقى اللي هو الرابع وش اخر وش مع ده، وتقفلوا ازاي وتطلعوا بالسقف والقاعده بتاعه الفانوس. تمام. يلا استنوني مع الجزء الثاني. جهزوا بقى شوفوا بقى عايزين وحده اضاءه ولا وحده اضاءه وصوت. لو عايزين تحطوا اكريليك اسماء اكريليك، بس انا مش هعمل فيها، هسيبها كده ساده. تمام. علشان نشوف بقى هي هتروح لمين، لنصيب العميل اللي هتروح ليها، احط الاسم بتاعه عليها. واستنوني مع الجزء الثاني وان شاء الله يكون الشرح مفهوم، واي حاجه مش مفهومه اكتبوا لي، ويا ريت لايك وتعليق ومشاركه للفيديو للناس اللي محتاجه الورشه دي، وكمان للقناة علشان تكبر بيكم وعلشان اديكم اكتر واكتر. واي موديل انتوا عايزينه يا جماعة تواصلوا معايا على الواتساب. الموديل ده تواصلت معايا ام سيف على الواتساب وقالت لي انها محتاجة عايزة تعرف ازاي شافته بس مش عارفة ازاي تعمله وجايبة الاكريليك. فتواصلوا معايا اي موديل انتوا عايزينه تواصلوا معايا على الواتساب، هتلاقوه موجود في صندوق الوصف، وهتلاقوه كمان في الصفحة الرئيسية للقناة مكتوب على طول، هتلاقوه في وشكم على طول تحت اسمي على طول تحت لؤلؤ صالون هتلاقوا الرقم الواتساب بتاعي. تمام. يلا اسيبكم في امان الله.